وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفاني منوعة. أحب أرحب بمشاهدينا الجدد، وما تنسوش لو عجبكم محتوى القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. هنسمي الله ونبدأ الورشة، وقبل ما نبدأ هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. النهاردة هنتعلم الرباعية العادية بس بطرف واحد. هي بتبقى يعني سهلة، بس لو فيها ألوان هي اللي بتلخبط شوية. كتير منكم طلبوا مني إني أشتغل خصوصا المفارش يعني بطرف واحد، فأنا كده هعلمكم إزاي بتشتغلوا الغرزة الرباعية بطرف واحد. هناخد 4 خرزات اهو، وبتربطي ربطة والتانية، تشتغليها بقى بإبرة تشتغليها بإيدك مفيش مشكلة. هنمرر الإبرة أو زي ما قلت بإيدك. أنا هنا غيرت الخرز عشان أنا عايزة أشتغل حاجة هوريها لكم زي كده اهو. مش همرر أنا طبعا إيه العقدة الأول ولا شد، أنا عايزة أشتغل الوحدة دي، بس أنا مش هشتغلها من أولها عشان ما أطولش عليكم. أنا هبدأ من 1 2 3 4، دول 4 خرزات اهو، شريط مكون من 4 خرزات. أنا هبدأ من هنا ليه؟ لأن زي ما قلت لكم هي الألوان اللي ترتيبها هو اللي يعني وانتي بتشتغليها ترتيب الألوان هي بتلخبطك، لكن لو هتشتغلي كده كله لون واحد ما فيهاش مشكلة. احنا عملنا الغرزة دي ال4 خرزات، هنعمل ال4 اللي بعديهم. ال4 اللي بعديهم عبارة عن أبيض أزرق أبيض، اللي هنحط بدل الأزرق ده أحمر. يبقى انت كده بتاخدي الترتيب اهو، أبيض غامق فاتح، وبترجعي ايه تمرري في قلب الخرزة كده. طبعا ايه بقى تشدي العقدة كويس في نص الخرزة. طبعا انتي بتعملي الشريط يبقى بتشتغلي في الخرزة اللي في النص اهي، وانا عايزة شريط مكون من 4 خرزات، فانتي كده هتطلعي في الخرزة اللي في النص وتشتغلي عليها بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هتلاقي ايه طالع 1 2 3 3 خرزات من البيت، هنحطهم اهو. تمرري تاني في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط بالشكل ده، ترجعي تمرري تاني. طبعا الشغل بالطرفين العقدة بيبقى ماسك نفسه عن الطرف الواحد مهما كان. برضو الطرف الواحد تلاقيه ايه كده سايب، بس بيبقى كويس ايه للمفارش. الطرف الواحد بينفع تشتغل بيه مفارش، لكن شنط مجسمات لا ما تنفعش، هو بس للطرف الواحد. بعد كده هنلاقي المربعة دي كلها 3 خرزات ابيض، هنحط ايه برضو 3 ابيض، وهتمرري برضو في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط كده. بعد كده بقى انا مش همرر هنا تاني، لا انا خلصت. انا كنت عايزة 1 2 3 4، انا عايزة ال4 دول خلاص اهو. يبقى انا عاوزة ايه اطلع للسطر اللي بعد كده. هتشوفي لو انت السطر اللي بعد كده هتطلعي عادي هتمرري الخيط هنا، لو هتنقصي هتمرري الخيط هنا. فانا هنا كده هشوف اهو السطر اهو اللي انا هطلعه بعد كده، السطر طالع عادي فوق الخرزة. يعني انا اشتغلت اهو 1 2 3 4، السطر اهو طالع ب4 خرزات. يبقى من اول السطر همرر الابرة كده، وال4 الخرزات طالعين ابيض. يعني هنحط 1 2 3، نفس الطرف نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط هتمرري فيها الخيط تاني بالشكل ده كده.
طيب انا عايزه امشي كده، فهضطر ايه اطلع في الثلاث خرزات دول، امرر فيهم الخيط كده، وامرر كده عشان يبقى الخيط طالع لي من خرزتين، الخرزتين دول اللي هشتغل عليهم. طيب انا كده عملت اللي هي اول غرزة دي. تاني غرزة دي فيها ايه؟ فيها لو خليتها لكم كده اهو، ادي اهي اول واحدة عملناها، تاني واحدة هتبقى فيها ابيض وازرق. طيب انت كده ما بتشتغلي بالطرف الواحد، تشوفي الخيط بتاعك طالع منين، من انه خرزة. يعني احنا هنا قلنا ايه؟ لو انت بتشتغلي بطرفين هتحطي ابيض وازرق، لو بتشتغلي بطرف واحد بصي الخيط طالع لك من فين؟ من الخرزة دي كده، من تحت كده، يعني اللي هتقابلك الخيط طالع لك من الخرزة دي، يعني اللي هتقابلك الخرزة اللي هي الازرق وبعدين ابيض، عشان كده هتحطي ازرق ابيض او احمر ابيض. يبقى انت اللي هي الغرزة اللي هي او الرباعية المقلوبة بطرف واحد بتمشي بالالوان كده، بتشوفي الخيط طالع لك من فين وبتمشي بيه. مررنا هنا كده، وبعدين لو مررت كده هتمشي ينفع، بس هيبقى في خيط ما بين الخرز بيبقى شكله مش حلو يعني، فانت تطلعي في الخرزة دي كده تاني كده. هنا الخرزة دي اللي هي الحمرة دي اللي هي هنا ازرق، انا اشتغلت فيها غرزة على الطاير ثلاثية، هبين لكم برضو ازاي بتشتغليها. وانا بعمل الشكل ده لان في اخت طلبت مني ان المفرش ده، انا ده كنت عاملاه مفرش بشكلين يعني، فهبقى انزل لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. فهي مش عارفة تشتغل بطرفين وعقدة، فانا هشتغل الشكل ده كده بطرف واحد عشان تعرف بيشتغل ازاي، وبرضو انتوا تعرفوا اللي لسه جديد معايا. فانا كده طالع لي الخيط من الخرزة دي، وانا هعمل غرزة على الطاير. الغرزة دي اسمها غرزة ثلاثية، 1 2 3. يعني ايه ثلاثية؟ يعني مكونة من 3 خرزات. فانا احط هنا الخرزتين لونين واحد، ما فيش مشكلة. الغرزة اللي على الطاير دي يعني بتمرريها في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط دي، يعني مش هتمرري هنا، لا، في نفس الخرزة كده هتعملي غرزة على الطاير دي ثلاثية. تمام. هنمرر هنا وهنا، وهترجعي في الخرزة دي عشان تشتغلي الخرزة اللي بعد كده او الغرزة اللي بعد كده. كده انا زودت ايه؟ غرزة دي ما كانتش موجودة هنا. تمام. بعد كده هنشوف اهو، انا اشتغلت كده اهو من الخرزتين دول. بعد كده هشتغل ايه؟ هشتغل خرزتين ابيض بس. خدوا بالكم الخرز الخيط طالع لي من هنا، بس ما فيهاش مشكلة لان الاتنين ابيض، فهحط 2 ابيض. تمرريها تاني كده، ترجعي تمرريها تاني زي ما قلت على اساس ما يبقاش في خيط ايه متوصل اهو. يبقى انا عملت ايه؟ انا خلصت ديت، وعملت كمان الخرزتين دول، فاضل الخرزتين اللي هما الابيض عشان نطلع للسطر اللي بعد كده. هتحطي خرزتين باللون الابيض، هتمرريها تاني اهي احنا شغالين في الخرزتين دول، فبتمرري هنا كده
وتاني كده عشان تطلعي للسطر اللي فوق. وزي ما قلت لو انت هتنقصي هتشتغلي هنا، هتطلعي عادي بتشتغلي بتمرري الإبرة هنا. طيب السطر اللي بعد كده بقى، احنا عملنا السطر ده وعملنا السطر اللي بعده. السطر اللي بعده هتطلعي ب3 أبيض، هنحط 3 أبيض. هتمرري في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط. نمرر تاني، وبتاخدي بقى ايه الخرزة اللي هي هتشتغلي عليها بالشكل ده كده اهي. بعد كده احنا اشتغلنا دي، احنا الخيط طالع لي من الخرزة دي، فانا هحط ايه، هحط ازرق وابيض اهو. قلنا هنمررها في الخرزة اللي فوق عشان ميبقاش في خيط متوصل كده اهي. احنا كنا اشتغلنا هنا وحطينا ازرق وابيض، وبعدين ادي الخيط طالع مني من الخرزة اللي هي الزرقاء دي. تمام. هشتغل طبعا لما هتشتغلي الخيط طالع هنا بتشتغلي في الخرزة اللي بعد كده اللي هما هيبقوا الخرزتين دول. انا هنا شغالة كام، عاملة الغرزة خماسية 5×1، يعني ادي خرزة اهي شغالة عليها 1 2 3 4، يبقى كده الحلقة كلها 5، عشان كده بنقوله 5×1. فانا احط كام خرزة، انا كده معايا 1 2، فانا احط 3 من اللون الاحمر. همررهم برضو في الخرزة الحمراء دي كده، وارجع امرر فيهم تاني عشان اجي للخرزة اللي بعد كده اللي عليها الدور. بالشكل ده كده هنمرر فيهم تاني، وترجعي بقى تاخدي الخرزة اللي هتشتغلي فيها كده. اشتغلنا اهو. هنشتغل بعد كده في الخرزة ديت، الخرزة دي طالع منها الخيط، هتحطي ابيض ابيض، هتحطي 2 ابيض. اتنين ابيض زي ما قلنا. مرري الابرة فوق كده. بعد كده برضو هتلاقيها هنا خرزتين ابيض ابيض ابيض. قلنا اللون الواحد ما فيهاش مشكلة، لكن ما بيكون فيها الوان هي ايه اللي بتلخبط شوية، ترتيب الالوان. بس ترتيب الالوان بتمشيه مع تشوفي الخيط طالع لك منين، تمشي معاه ترتيب الالوان، ايه اللي هيتحط في الاول وايه اللي هيتحط بعد كده. أهو. زي ما قلنا هنبدأ كده، نيجي عشان نبدأ تاني من اول السطر ونشوف برضو. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده ان هنا كله ابيض. ادي السطر اهي، اول غرزة اللي هي الخيط طالع من هنا اهو، والخيط اهو الطرف اهو، يعني واحد هتبدأي كده 1 2 3 تمشي كده. يعني حتى لو عندك الوان شوفي الخيط طالع منين بتمشي زيه، او طالع كده تشوفي هتحطي ايه الاول. 1 2 3. طبعا احنا هنا هنحط 3 ابيض. هنمرر برضو عشان نوصل للخرزة اللي
نشتغلها بعد كده اهي. الخرزة اهي دي اللي هنشتغل عليها بقى، نمرر فيها وبعد كده نشوف اهي. دي الخرزة اللي هشتغل عليها. الخيط طالع لي منين؟ طالع من هنا من الحتة دي. اللي هيقابله في الاول الخرزة الزرقاء وبعدين البيضة. تحطي ازرق في ابيض كده. طبعا بيبقى فيه خرز ايه، ترجعي تمرري تاني فين؟ في نفس الخرزة كده وتشوفي الخيط طالع لك منين. ادي اهو احنا شغالين هنا، الخيط طلع لي من الخرزة الحمرا دي او الزرقاء دي كده، طالع كده. فانا احط ايه؟ خرزتين. ادي واحد اتنين، واحد اتنين. بتاخدي بالترتيب اللي طالع لك منه الخيط في الاول. ادي الخيط طالع من فوق اهو، يبقى تحطي واحد اتنين. الاتنين هنا زر هنحطهم. هنمرر تاني كده. هناخد اهو الخرزة اللي عليها الدور اهي بالشكل ده، اللي هي الخرزة دي هنشتغل عليها ايه؟ خرزتين زرق. الخيط طالع لك منين؟ طالع من هنا، يبقى تاخدي واحد اتنين. يعني لو دول مختلفين في الالوان هتاخدي من اول دي. ادي من ناحية الخيط اللي طالع لك واحد اتنين بالشكل ده كده. وطبعا هناخد الخرزة، مش هناخد الخرزة دي عشان لو خدناها هيبقى في خيط ايه ما بينهم. تمام، لا نطلع في الخرزة دي كده اهي. احنا طلعنا من الخرزة دي كده الخيط فوق، يبقى هتحطي واحد اتنين هنا شفاف عادي. يبقى انت يعني اللي تطلعي بيه من الفيديو ده انك انت تشوفي طرف الخيط طالع منين. طرف الخيط طالع منين، وعلى الباترون اللي قدامك او الرسمة بتحطي ترتيب الالوان. لاني ممكن تبدأي من تحت، ممكن تبدأي من فوق، بعكس اللي هي من الطرفين. اللي بالطرفين كنا على طول بنبدأ ترتيب الألوان من فوق، لكن انتوا زي ما انتوا شايفين كده لاحظتوا ان في حاجة بنعدها من تحت كده، وفي حاجات بنعدها من فوق. فهي على حسب ترتيب الألوان، على حسب الخيط طالع لك من الخرزة من أنهي ناحية، من فوق أو من تحت، بتحطي الألوان. أنا كده مش هطول عليك الفيديو، يا رب يكونوا استفدتوا منه. وأي أسئلة أو أي حاجة مش واضحة اكتبوها لي في الكومنتات. وأتمنى أن يكون الشرح واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.